الأمورة وقبل القصة بالأول إلا قالت لي العصفورة المنجوم اللي يطل بدها قصة هالأمورة وقبل القصة بالأول إلا قالت لي العصفورة هي خيالي حكاية حلوة بتيجي ببالي مين بتخفى بآخرتها وبإلا طارت العصفورة. لين اصحي لين اصحي. شو يا ذات؟ وانتي نايمة يا لين عم تحكي؟ اليوم حلمت حلم حلو كتير. ايش هو؟ حلم حلو ان عصفور وليد كان يسوق بالطيارة واحنا راكبين عالطيارة واحنا بالسماء. انتوا لما تسافروا بالطيارة بتشوفوا الطيارين؟ طبعا ويسلم عليهم. نيالا الطيار بسافر على كل البلاد. عن جد نيالا. قالت لي العصفورة قصة حلوة صغيورة وهلأ بدي أحكيها لبنتي لين الأمورة. اليوم جهز ياقوت حاله بسرعة وقعد بانتظار ماما وبابا وهو كتير متحمس ومبسوط. ماسا سألت ياقوت شو وين بدك تروح وليش مجهز حالك على بكير؟ ياقوت قال لماسا بدي أروح مع ماما وبابا لحتى نوصل خاله أحمد على المطار. يعني عند الطيارات يا ماسا، عند الطيارات. قالت له ماسا طيب وليش هالقد مبسوط؟ شو يعني؟ قال لها ياقوت انتي ما بتعرفي قديش انا بحب الطيران والمطار والطيارين. انا نفسي اطلع طيار بس اكبر واسافر على كل البلدان. ضحكت ماسا وقالت له ان شاء الله بتطلع طيار يا ياقوت وبتزور كل بلاد الدنيا. وفعلا ركب ياقوت بالسيارة وراح للمطار وهو كتير متحمس. ولما وصلوا على المطار شاف الطيارين لابسين زيهم الأنيق وشاف الطيارات وهي عم بتطير بالسماء وطيارات تانية وهي بتنزل لأرض المطار. ياقوت كان كتير مستمتع بالزيارة للمطار. ولما رجع لبيته كانت الدنيا ليل، فلبس ياقوت ملابس النوم وتمدد بتخته وعيونه غفيت بسرعة وسافر لعالم الأحلام. وشاف حاله صار كبير لابس ملابس الطيارين وقاعد جوا طيارة كبيرة. وشاف ياقوت حاله وهو عم بيسوق الطيارة وعم بيخليها تطير شوي شوي فوق السما وفوق الغيوم لحتى صارت طيارة ياقوت يا ماما بعيدة فوق بالسما. طيارة ياقوت طارت فيه لأماكن بعيدة وزار فيها كل البلاد. وكان معاه بهالرحلة أصدقائه فهمان وكركر. فهمان كان كتير مستمتع بالرحلة لأنه كان يزور بلاد جديدة ويتعرف فيها على أصدقاء جداد ويسمع ويتعلم معلومات جديدة. وكركر كمان كان فرحان بهالرحلة. كان هذا الحلم حلو كتير بالنسبة لياقوت. وطول الليل وهو نايم الابتسامة ما فارقت وجهه أبدا. ولما فاق من نومه تاني يوم قال لماما أنا قررت أصير طيار بس أكبر يا ماما. وهيك خلصت قصتنا. حلوة ولا نعستنا؟ حلوة. وهلأ صار وقت النوم.